ناس بتخاف من العفاريت وناس بتخاف من الأماكن المهجورة، لكن في كتاب مجرد اسمه كفاية يخلي أي حد يحس بقشعريرة. كتاب بيقول إن اللي بيقراه عمره ما بيرجع زي الأول. كتاب هو شمس المعارف الكبرى. الكاتب اسمه أحمد بن علي البوني، راجل عايش في زمن مختلف تماما، في القرون الوسطى، وقت كان الناس بيؤمنوا بالسحر، كواكب الحروف والأرقام بشكل غريب. البوني كان متعمق في حاجة اسمها علم الحروف والأوفاق، وده علم بيعتمد على إن كل حرف ليه قوة، كل رقم ليه تأثير، والتركيبة بينهم ممكن تغير مصير إنسان. كان ليه عشرات الكتب، بس اللي اتشهر واتمنع هو شمس المعارف الكبرى. الغريب ولا نسخة من كتابه الأصلية موجودة، كل النسخ اللي بين إيدينا ناقصة ومتغير صفحاتها، كأن حد كان بيحاول يخفي أجزاء منه أو يشيل اللي ممنوع يتقال. كتاب شمس المعارف الكبرى مش رواية، ده 4 أجزاء فيهم رموز وطلاسم، أسماء غريبة، مربعات، أرقام، خرائط للكواكب والنجوم، أدعية مش مفهومة، وقسم اسمه الطلاسم السبعة. الطلاسم دي لو شفتها تفتكر إنها مجرد رسوم، بس الغريب إن ناس كتير قالت إنها لما فضلت تبص فيها بالليل حست إن الصفحات بتتنفس وإن الرموز بتتحرك. واحدة قالت إنها أول ما فتحت الباب بعد قراءة فصل معين لقت ريحة دخان، رغم إن مفيش حد ولع حاجة. واحد تاني قال إنه حاسس إن في حد قاعد جنبه على السرير ومفيش حد أصلا. ناس بتقول إن مجرد قراءة بعض الصفحات من غير علم تأثر على النفسية وتخلي العقل يتوهم بحاجات، لكن في صفحات أخطر من غيرها. ده أشهر وأخطر جزء في الكتاب، صفحات مليانة دواير ومربعات، رموز، أسماء غريبة ونجوم. أشخاص كتير قالوا إن الجزء ده بالذات هو اللي بيقلب البيت أو بيقلب المكان. شاب مصري قال إنه فتح الصفحات دي الساعة 3 الفجر، ولما ركز في الطلسم الرابع سمع تنهيدة جاية من جنب ودنه، معرفش ينام الليلة كلها. في واحدة حكت إنها أول ما خلصت قراءة السطر الأخير سمعت حاجة زي صوت بيجري على البلاط، ولما قامت تبص مفيش أي آثار لحد. ناس كتير بتقول إن الطلاسم دي كانت جزء من علم ضايع ومحدش يعرف يفكها دلوقتي، وإن البوني كان بيكتب رموز مش المفروض حد يفهمها. شاب سعودي قرر يجرب كتاب شمس المعارف، فتح فصل الأسماء السبعة، بعد نص ساعة سمع باب دولابه بيتفتح، ولما راح يقفله لقى إن في فتحة جوه الدولاب. واحد من المغرب بيقول إن بعد ما قرا فصل الخدمة الأولى الموبايل بتاعه اشتغل لوحده وفتح الكاميرا الأمامية، ولما بص فيها شاف حاجة شبه ظل واقف وراه وفجأة اختفى. بنت حكت إنها كانت بتقرا الكتاب في أوضتها وفجأة سمعت حد بينادي اسمها بصوت منخفض من آخر الأوضة، ولما فتحت النور مفيش أي حاجة. القصص كتير، ومهما اختلفنا إذا كان خوف نفسي ولا حاجة حقيقية، فكرة إن كتاب واحد بس يعمل كل ده تكفي إنه يبقى أسطورة. هل الكتاب فيه حاجة خارقة ولا مجرد خوف نفسي، ولا هو كتاب اتضخم إعلاميا وبقى أسطورة؟ الحقيقة إن كل النسخ اللي عندنا ناقصة، في فصول اتحذفت زمان وفي صفحات محدش فاهم معناها، والكتاب فعلا اتمنع في دول كتير. في ناس بتقول إن كتاب علم وفي ناس بتقول إن كتاب خطر، بس المؤكد إن شمس المعارف الكبرى أكبر لغز في تاريخ الكتب العربية. سؤال مهم، لو الكتاب ده مفتوح قدامك دلوقتي هل هتجرب تقراه ولا مجرد شكله هيخليك تقفل الصفحة؟ اكتب رأيك بالتعليقات واستنوني في قصة جديدة أغرب وأخطر من اللي فاتت.